عمرك تخيلت إن قانون من أهم القوانين في الفيزياء ممكن نفهمه ببساطة بمجرد إننا نتفرج على ماتش كورة؟ طيب النهاردة هنعمل كده بالظبط، هناخد العلم وهننزله معانا الاستاد. أنا عارف الموضوع ممكن يبان غريب شوية في الأول. يعني إيه علاقة ماتش كورة 90 دقيقة بالكهرباء اللي مشغلة كل حاجة حوالينا دلوقتي؟ الحقيقة إن العلاقة بينهم هي كل حاجة. يلا بينا نفك الشفرة دي سوا. طيب، أي ماتش كورة عظيم بيعتمد على اللعيبة اللي في الملعب، وفي ماتش الفيزياء بتاعنا النهاردة عندنا 3 نجوم أساسيين هم اللي بيحركوا اللعبة كلها. خلينا نتعرف على تشكيلة الفريق. أول لاعب معانا هو خط الهجوم. تخيلوا معايا كده موجة من المهاجمين مش بتوقفش، بتتحرك بشكل مستمر وبتضغط ناحية الجون. التدفق المستمر ده هو ده بالظبط شدة التيار، وكل ما زاد عدد اللعيبة في الموجة دي وزادت سرعتهم كل ما كان التيار أقوى. لكن طبعاً إيه قيمة الهجوم من غير دفاع صلب بيحاول يوقفه؟ مهمة الدفاع واضحة وبسيطة: اعترض الطريق، بطئ اللعب، واقفل المساحات اللي بتودي للجون. في عالم الكهرباء خط الدفاع القوي ده هو المقاومة. كل ما كان الدفاع منظم وصلب كل ما كانت المقاومة أعلى وأعلى. اللعب الثالث والأخير بقى، ده مش على أرض الملعب أساساً، ده صوت الجمهور اللي بيزلزل الاستاد وحماس المدرب اللي على الخط. هي الطاقة الخفية دي، الضغط اللي بيولد قوة دفع جبارة للهجوم. الزقة دي هي الجهد الكهربائي أو الفولتج. تمام كده، التشكيلة جاهزة واللعيبة في أماكنها. يلا ننزل أرض الملعب. صفارة البداية على وشك إنها تنطلق، وهنا بالظبط هنشوف إزاي الثلاث قوى دي بتتفاعل وتتصادم مع بعض. هنا قانون أوم بيبدأ يظهر في اللعبة. خلينا نتخيل سيناريو لما يكون الدفاع بتاع الخصم قوي ومنظم جدا، يعني المقاومة عالية. الهجوم بتاعنا بيعاني عشان يخترق، وسرعة تدفقه بتقل جدا، والنتيجة تيار أضعف. طيب لو الدفاع ده ضعيف ومفكك، يعني مقاومة قليلة، الهجوم هيعدي بسهولة، والنتيجة تيار أقوى. يعني العلاقة هنا عكسية، كل ما ده يزيد التاني يقل. طيب بالنسبة لقوة الدفع، لما يكون الملعب بيغني والجمهور متحمس، يعني الجهد عالي، ده بيدي دافع طاقة رهيبة للهجوم، فالتيار بيندفع بقوة جبارة. لكن لو الجمهور ساكت والمدرب هادي، يعني الجهد منخفض، الهجوم هيفقد حماسه وزخمه وهيضعف. هنا بقى العلاقة مباشرة جدا وطردية. إحنا كده شفنا اللعبة وهي شغالة وفهمنا الديناميكية بتاعتها. بس زي ما أي لعبة ليها كتاب قواعد، جه الوقت نفتح الكتاب ده ونترجم كل اللي بيحصل في الماتش لمعادلة واحدة بسيطة وقوية جدا. لو هنتكلم بلغة الكورة، القاعدة واضحة ومباشرة. قوة الدفع اللي محتاجينها بتعتمد على قوة الهجوم اللي عندنا، وفي نفس الوقت على صلابة الدفاع اللي بنواجهه. منطقي جدا، مش كده؟ ودلوقتي بكل بساطة هنشيل مصطلحات الكورة ونحط مكانها المصطلحات العلمية بتاعتها. قوة الدفع هي الجهد الكهربائي، قوة الهجوم هي شدة التيار، وصلابة الدفاع هي المقاومة. وأخيراً وصلنا لها V equals I times R. المعادلة دي دلوقتي ما بقتش مجرد حروف ورموز غريبة، صح؟ دي بقت قصة الماتش كله اللي عشناه مع بعض، متلخصة في 3 رموز بس. بس لحظة واحدة، هو إيه هدف من كل الماتش ده أصلاً؟ إننا نسجل أهداف. النتيجة النهائية الملموسة دي، اللحظة اللي الكورة بتدخل فيها الشبكة، هي دي القدرة الكهربائية. هي الشغل الفعلي اللي بيحصل في الآخر كنتيجة لتعاون الدفع والهجوم مع بعض. صافرة النهاية ممكن تكون صفرت في الماتش بتاعنا، لكن اللعبة دي في الحقيقة عمرها ما بتنتهي. لأن ده مش مجرد تشبيه ظريف بنقوله، دي ترجمة حرفية للي بيحصل في عالمنا كل ثانية. كل جهاز إلكتروني بنملكه هو عبارة عن ملعب كورة صغير، وقانون أوم هو الحكم اللي بينظم اللعبة دي وبيضمن إنها تتلعب صح عشان الجهاز يشتغل مظبوط. وده بيخلينا نفكر، لو ماتش كورة بسيط قدر يكشف لنا أسرار قانون فيزيائي أساسي زي ده، يا ترى في كام فكرة معقدة تانية في حياتنا مستنية بس اللعبة الصح أو القصة الصح عشان نقدر نفهمها؟ سؤال فعلا يستاهل التفكير.